السلام عليكم. عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بقى ايه؟ طبق اكلة المصمت دي، طبعا قبل شهر رمضان ان شاء الله، عشان طبعا الاكلة دي مبتاكلش في رمضان. ولا اقول لكم في ناس كتير قوي بتحبها بألف هنا، بس يعني احنا كبيت هنا ما بنحبش ناكلها في رمضان، تقيلة قوي يعني في الصيام. فقلنا بقى نلحق نفسنا وناكل اكلة سمينة. انا معايا هنا 3 انواع بس من من مصمت اللي هي أكلة المصمت دي. تمام. معايا هنا فشة، ومعايا مخاصي، ومعايا قلب. تمام. انا كمان الفشة والمخاصي والقلب دول ضاني، يعني بتاعت خروف. تمام كده. الفشة دي مغسولة كويس جدا جدا جدا. بس انا هنا بعمل ايه؟ انا ممكن اسلقها كده بحالها يا جماعة، بس انا لازم افتح الزور ده اسمه الزور، اللي هي القراقيش دي. عارفين القرقوشة دي؟ اللي بياكل اكلة المصمت دي عارف الزور، القراقيش بتاعة المصمت هي دي بقى. لازم نفتحه بالشكل ده. تمام. لازم نفتحه ليه؟ لان ساعات بيبقى فيه تجمع دموي كده، يعني بيبقى فيه كتل دم، فلازم نفتحه وننضفه كويس. حتى بعد ما نغسله لازم نفتحه وهنغسله تاني. بصوا بقى لقيت ايه؟ لقيت هانك. عارفين الهانك اللي انا كنت وريتهولكوا قبل كده في فيديو السجق؟ لقيت كده يعني مصران واحد بس. تمام. بصوا بقى هنفتح برضو الزور. هيبقى الزور ده يا جماعة ممتد لغاية الفشة نفسها. بصوا داخل جوه الفشة، بصوا كمان في كام فتحة جوه. هنفتحهم برضو بالسكينة، هنفضل ورا الفتحات دي لما نفتحها للآخر. هنا بقى خلصنا الفشة وفتحناها ووديناها ايه في طبق كده في الحوض، ونزلت عليه مية جارية عقبال ما اخلص المخاصي بقى. فتحتها كده بالسكينة عشان اخرج بقى ايه المخاصي دي. بصوا هي عاملة ازاي؟ عاملة زي حتة اللية. خرجناها من الجلد اللي بره ده، الغلاف الخارجي ده ما بنحتاجوش في اي حاجة. تمام اهي. بصوا انا بوريها لكم اهي في الطبق، عاملة زي قطعة اللية بالظبط. بصوا بقى التانية اهي، فتحناها كده بالسكينة اهي. بصوا فتحناها كده بالسكينة، فالجلد ده اتشق طلع من جواه. الجلد ده يا جماعة على فكرة طبقتين، الطبقة الخارجية دي وطبقة تحتيه كمان خفيفة. المهم ان احنا الطبقتين دول مش هنحتاجهم في اي حاجة، هناخد بس ايه المخاصي اللي جواه اللي هي عاملة زي الدهن دي. هنطلعها. بصوا بنزقها كده بالسكينة بتخرج، ما نحاولش نشدها بايدينا عشان هتتفرتك، هتتهري. فبنزقها كده بالسكينة بالراحة بشويش بتخرج يعني. تمام. خلاص اتخلصنا كده من الجلد الخارجي. وهنا كنا حاطين مية على النار تغلي، وحاطه فيها بصلايه، ونزلت فيها بالتوابل بتاعتي، ونزلت بقى بالفشه والقلب والزور. بس مش هنسلق المخاصي. احنا كمان هنا مش هنسلق الفشه والزور والقلب سوا كامل، لا احنا بس هنغليه غلوتين كده، او هنسلقه نص سوا، بس يبقى معانا نص سوا عشان لما نشوحه كده في الجريل يبقى مستوي، ما يبقاش ني وبيشد. وفي نفس الوقت عشان نتخلص من الزفارة تنزل في المية بقى. تمام. قطعنا هنا المخاصي زي ما شفتوا كده ل4 قطع. طبعا دي مخاصي خروف زي ما قلتلكوا، لكن لو مخاصي العجل بتبقى اكبر من كده. تمام. هنا بقى معايا الجريل اهو. طبعا دي ما بتتسلقش، دي السوا بتاعها الوحيد هو كده. سخنا الزيت قوي في الجريل، ونزلنا كده اديناله صدمة عشان تحتفظ بالمية بتاعتها جواها عشان تفضل طرية ما تنشفش. ادينا لها صدمة كده. بصوا هي ما بتاخدش وقت خالص. وكمان لو ما عملناش الحركة دي وسخنا الزيت قوي هتنزل مية وهتزفر. اهم حاجة يا جماعة في المخاصي دي، هي بتبقى زفرة شوية او زفرة زيادة شوية، فاحنا لازم نديها الصدمة دي عشان ما تنزلش مية وتزفر مننا. تمام. سيبناها كده بقى ايه بعد ما اديناها صدمة، سيبناها كده ايه في الجريل وايه وطينا النار. تمام. اهم حاجة اول ما تنزل نديها صدمة على نار عالية عشان ما تنزلش مية وتزفر. سيبناها بقى كده في الجريل تتشوح. وجينا هنا بقى ايه للفشة والقلب والزور، هنقطعهم بقى كده شرايح. طبعا التشكيل او التقطيع ده حسب ما انتي تحبي.
انا بقطعها بالطريقه دي زي الكبده كده، قطعه كبيره. تمام، مش بحبها فتافيت ومش بحبها عصافيري ومش بحبها صوابع، انا بحبها كده. تمام، يعني الشرايح بتاعتها عريضه الى حد ما. تمام، لكن مش رفيعه قوي. اهو كده بالشكل ده. بصوا يا جماعه الفشه عامله ازاي، بجد شكلها يفتح النفس قوي. قطعنا كمان الزور، وقطعنا كده شريحه من الفشه، وده القلب هنقطعه اهو. وطبعا اللي على الجنب ده بقية الفشة، الفص التاني من الفشة اللي هي يعتبر الرئة. تمام، هنقطع برضو القلب كده شرايح. اهم حاجة بقى ايه القطعة اللي لازقة في القلب اللي انا بقطعها دلوقتي دي، القطعة البيضة دي مش دهن، ده حتة كده من بيت الكلاوي، بتديني طعم وتيست حلوة قوي وريحته حلوة قوي في التشويحة مع أكلة المصمت دي يعني. بصوا بقى هنا نزلت بقطعتين كده من اللية دي، وفي كمان حتتين تاني اهم. بعد ما المخاص اتشوحت كويس في الزيت، نزلت بقطعتين اللية، ونزلت بقى ايه بالفشة والزور والقلب، يسيحوا بقى كده ايه، يشوحوا كده واللي هي بتسيح معاهم. مش هننزل بأي حاجة تاني دلوقتي، لكن في لسه اضافات كتير. اوعوا تقفلوا الفيديو واوعوا تخرجوا من دلوقتي، بجد هتشوفوا نتيجة حلوة جدا. اللي ما بياكلش الفشة بقى يا جماعة، وما بياكلش القلب وما بياكلش المخاصي، لا هياكلها بقى من النهاردة. بصوا بقى هنا كانت اتشوحت واخدت اللون ده، بس انا كده مش هطفي عليها، لا لسه. نزلنا كمان بشوية ملح، ونزلنا ببصلتين كده شرايح. تمام، بصوا بقى انا نزلت بالبصل شرايح ليه؟ عشان ما يتهريش، انا عايزة البصل يفضل باين في الطبق بتاعي. تمام، بصوا بقى دي تشويحة كده، بصوا واخدة لون ازاي، عاملة زي الكبدة بالظبط. مش هقول لكم على الريحة، بجد حلوة قوي، مفيش زفارة يا جماعة. كل التكات اللي احنا عملناها دي بتخلي مفيش اي زفارة. كلنا عارفين ان المخاصي والفشة يعني فيهم زفارة زيادة، لكن بجد مع الوصفة دي مفيش زفارة. بصوا انا كنت بوريكم المخاصي اخدت اللون وكشت ازاي، عملت زي الجمبري. دي بقى الاضافة التانية، ولسه في كمان اضافة. بصوا بقى هنا معايا معلقة توم مفروم، كام قرن فلفل حار على رومي، وكمان طماطمايه متقطعة برضو شرايح. ومعايا نص ليمونة، هنشيل منها البذرة ونعصرها كده، نص ليمونة بس. يعني اللي يقول لي بقى ليه نص ليمونه، اقول لكم بالتاكيد عشان الزفاره. هو من قبل ما احط النص ليمونه مفيش، بس برضو للناس الموسوسه، يعني انا واحده من الناس اللي عندها وسواس الزفاره. تمام، فبحب امن كده على الحاجه، حتى لو مش شمالها زفاره بحب امن عليها. هنا بقى بعد ما شوحت كده كل الاضافات بتاعتي، نزلت باخر حاجه، ولسه في مكون تاني. نزلت بالتوابل بتاعتي، حبهان مفروم، ورق لورا مفروم، فلفل اسود، كزبره، كمون. حبهان مفروم، ورق لورا مفروم، كزبره، كمون، فلفل اسود. تمام، بعد ما شوحناهم بقى كده 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 اهو. هنا بقى وصلنا للمرحله اللي كلنا مستنيينها. انا ما كانش عندي جرجير عشان يعني اقدم عليه، ولا كان عندي خضره، فكان عندي خس. اخدت كده الورق بتاع الخس وغسلته وفردته كده في الطبق بتاعي. نزلت بقى كده بالسقط، ده اسمه سقط، سقط العجل او سقط الخروف. بصوا بقى، يا سلام، شمين اكله تفتح النفس ولا لا؟ يلا بقى، يلا روحوا اشتروا نص فشه على مخاصي على لحمه راس، يعني الموجود بقى اللي بتحبوه اعملوه كده بالطريقه دي. بصوا بقى الجمال. طبعا يعني الدخان اللي طالع مغير مشبر الكاميرا شويه. نحط بقى النص ليمونه دي عشان اللي يحب يزود ليمون، بس انا حطاها هنا يعني منظر بس، مش حطاها عشان في زفاره. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، تفتح النفس يا جماعه ولا لا؟ كان نفسي تبقوا معايا عشان تدوقوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا الجمال، بصوا الالوان، ما تستغنوش عن اي اضافه حطيناها يا جماعه عشان الوصفه ما تطلعش منكم مش مظبوطه وتدعوا عليا. انا بحاول اعمل لكم الوصفات اللي محدش بياكلها او مش عارفين تاكلوها ازاي، بقدمها لكم بطريقه كويسه. السلام عليكم.